السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. فيديو النهارده باذن الله. نزلت كده السوق ورتبنا مع بعض الشقة كده على الماشي. يعني ايه، الشقة كانت نظيفة بس كانت عايزة تترتب كده بس ترتيب بسيط. لان انا يوم السوق ده ما بحبش ايه اقلب الشقة، بحب اكون مخليها نظيفة، يعني عايزة تترتب ترتيب بسيط بس كده. لان طبعا ببقى نازله السوق وجايه خلاص فاصله خالص. يوم السوق ده بيبقى يوم متعب جدا. نزلت جبت كده زي ما انتم شايفين كل بقى الطلبات اللي كانت ناقصاني. جبت بقى تفاح وجبت كمثرى وجبت تين وعنب وموز. وكان عندي برتقال بقى من الاسبوع اللي فات، وجبت جوافة. طبعا ده ايام الجوافة. جبت الموز البلدي ده ب20 جنيه، كان طعمه حلو قوي. بس طبعا الموز ده انا بجيبه عشان خاطر الاستاذ يونس اللي قاعد يلعب في الطماطم. هو عاجبه الطماطم علشان طبعا هو شكله حس ان الطماطم غالية وبقى ليها ايه قيمة. فهو بقى ايه قاعد يلعب في الطماطم، عاجبه لون الطماطم باين. كل ما اخد منه الطماطم يروح يجيبها تاني. فزي ما انتم شايفين كده بقى قعدت افضي في الفاكهه كده عشان بقى اخدها على الحوض كده اغسلها كويس. لكن من الحاجات اللي ما بحبش اغسلها بصراحه هي التين والبلح الاسود. بصراحه من الحاجات اللي ما بحبش اغسلهم لانها بحسها اما بغسلها بتحمض في التلاجة. فبحب اغسلها كده مع الاستعمال، لما اجي استعملها كده او نيجي ناكلها ببقى ايه اغسلها. وجبت كمان خيار وجبت طماطم، كان عندنا بقى فلفل فجبت خيار وطماطم وجبت ليمون. تعالوا بينا بقى اقول لكم اسعار الحاجه. انا جايبه الجوافه ديت ب15، هي حلوه قوي. جوافه لقيتها بيضه كده وكلها سليمه، ما فيهاش اي حاجه بايظه، فلقيتها سليمه كده. وكان في طبعا ب10 وكان في الاتنين ب15. بس انا حبيت ان انا اجيب الكيلو ب15 كده، حسيته ابيض كده وجميل. الجوافية كده تحسها ان هي بتلمع ما شاء الله. وكمان كانت مسكرة قوي. كمان جبت العنب ده ب25، ده العنب اللي هو الكريز. هو ده اللي موجود في السوق دلوقتي. ما عدتش بصراحة بشوف العنب البناتي ولا العنب اللي هو الصغير الأحمر ده. كل اللي موجود دلوقتي العنب الكريز. كمان جبت التين ب20. بس بصراحة التين من الحاجات اللي ما عادش تستحب ان هي تيجي اليومين دول، لانها خلاص بدأت تخلص، فطعمه ما عادش حلو. بتلاقي فيه واحدة مسكرة وواحدة لأ. وطبعا جبت التفاح ده. التفاح ده كان ب40، بس انا طبعا جايباه عشان خاطر عمورة واخد 4 غرز في صبعه. حتى تلاقيه لافه في صبعه واخد غرز، 4 غرز. الباب قفل على صبعه واخد 4 غرز كده. داير ما يدور على حرف الصابع كده من فوق. فالحمد لله ان هي جت على قد كده. ربنا يا رب يهديه هو واولادكم وجميع المسلمين. طبعا جبت كيلو الطماطم، الكيلو ب15 جنيه. انا جبت كيلو بس لان كان عندي طماطم للطبيخ في التلاجة. والخيار جبت الكيلو الا ربع ب10، والليمون كان الكيلو والنص ب10. انا جبت ب5 جنيه على قد يعني. هو برضو حوالي هتلاقيه كيلو الا ربع ولا حاجه. وجبت بقى الصابون وجبت خلطه الغساله وكل الحاجه اللي انا هحتاجها طول الاسبوع. بحب انا اجيب حاجاتي كده يوم السوق طول حاجات تقضيني طول الاسبوع، عشان ما افضلش بقى طالعه نازله احتجت طماطم احتجت حاجه. بحب انا اجيب كل حاجه كده عشان ما افضلش طالعه نازله بالاولاد وكده. فكده احسن يعني ان انا اجيب حاجتي بالاسبوع ده، غير الحاجات يعني اللي بيبقى الموسم بتاعها بقوم مخزناها. يعني ان شاء الله الاسبوع الجاي هنجيب الزيتون ونخلله مع بعض بإذن الرحمن. هو طبعا الزيتون غالي، يعني الكيلو عامل 35 و40. بس هنحاول كده الجمعة الجاية نشوف واحد في السوق كده يكون بيبيعه بسعر حلو شوية، ونجيب لنا على الأقل 2 كيلو عشان رمضان إن شاء الله يعود علينا وعليكم يا رب. رمضان بالخير والصحة والبركة، اللهم امين يا رب العالمين. خلاص بقى حطيت الحاجة كلها اللي انا كنت جايباها من السوق. زي ما انتوا شايفين كده حطيت بقى كل الحاجة في التلاجة. اللي كان عايز يتغسل غسلته، وكل الحاجة كده دخلتها التلاجة. ايه خرجت بره بقى كده، ستفت بقى الاوضه دي كنا بقى نايمين فيها، ستفتها كده زي ما انتوا شايفين. وبدات ان انا ارتب التسريحه كده، لانها كان عليها بقى الحاجات اللي انا بغير بيها على صابع عمر والادويه بتاعته وكده. وكان رامي بقى الشنط بتاعت اللي حطونا كده على الارض، قعدت ارتب فيها كده وعينها في الضلفه بتاعتها تاني. كان قاعد يدور كده على كراسة عشان يقعد يشخبط فيها. قلت له طب تعالى نكتب الواجب. قال لي لا ما ينفعش، لا الواجب كده اول ما نيجي اجيب سيرة الواجب انا بطني وجعاني ايدي وجعتني يا ماما انا تعبت. لكن يقعد يشخبط كده في الكراسات لا ما بيتعبش. لكن نشد الهمة كده ونعمل حاجة مفيدة لا. ربنا يهديه يا رب هو واولادكم وجميع المسلمين، واشوفوا حاجة كبيرة كده اللهم امين هو واخوه.
زي ما انتوا شايفين كده رتبت اوضه الاطفال، لان احنا بننام في الاوضه دي، يعني بننام كده كلنا جنب بعض، عشان كده ضم السراير، لاني بخاف لا يونس يقع من على السرير الكبير. فرتبتها كده، وبرضه همشي فيها المكنسه. الاوضه اللي بقيت ارتبها كده ونفضها، بقيت امشي فيها كده المكنسه، علشان ابقى خلصتها وقفلت الشبابيك بتاعتها، واخرج بقى عشان ايه اعمل الرز بقى والسلطه، لان يوم الجمعه ده اساسي عندنا بناكل سمك، لان طبعا بيبقى يوم سوق بقى وبهدله، وبيبقى ايه واحد مش هيقدر يقف بقى ويطبخ. فبقوم جايبه السمك وماما بتشوهولي، وانا بقوم بقى عامله السلطه او الرز وخلاص. طبعا لو وصلتي معايا في الفيديو لهنا، ما تنسيش اللايك الجميل بتاعك، وتشتركي في القناه لو انت مش مشتركه، وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده اللي احنا بننزلها، وتعملي شير لاصحابك وحبايبك لو الفيديو عجبك. زي ما انتم شايفين بقى كده، جبت المكنسه وبدات بقى ان انا ايه امشي المكنسه كده في الاوضه، علشان خاطر اخلص كده. انا ساعات بحب اكنس كده بالمقشه كده، بس ما بكون مستعجله بعمل بالمكنسه، لان من يوم ما المكنسه الموتور بتاعها اتحرق، وانا قعدت اخف عليها ما عدتش بعمل بيها الا مثلا كل اسبوع كده مره بس، ان انا اشفط اي تراب في السجاده يعني. لأن طبعا الموتور بتاع النوع ده اللي هو التوشيبا غالي، فانا ايه عدت محافظه عليها كده. بكنس مثلا مرتين تلاتة كده بالمقشه، او كل يوم اكنس بالمقشه، وممكن مثلا مره في الاسبوع مثلا، يعني يوم زي يوم السوق ده ببقى جايه تعبانه كده من السوق بقى والحر وكده، فبقوم عامله بالمكنسه، لكن مش دائما، ما عدتش بشغلها على طول. بس انا كده بقى اوضه الاطفال، ودخلت بقى على اوضه النوم. زي ما انتم شايفين اوضه النوم ما فيهاش ايه، ما فيهاش حاجه يعني، هو بس السرير عشان الملايه ديت ستان، في اي حاجه كده بتحركها، لو حد عدى من جنبها بس كده قال لها ازيك بتقوم متحركه على طول. مسكتها كده بس رتبتها، وقفلت بقى الشباك كده بتاع الاوضه، وعملتها بالمكنسه كده برضو. انا فرشه الملايه الستان دي هنا لان انا ما بننامش لكن الملايه الستان دي ما ينفعش حد ينام عليها خالص، بتحس اساسا ان انت نايمه كده على حاجه ساقعه بالملايه، علشان ستان بتكون ساقعه كده او فيها رطوبه، غير كده بتحسي ان انت نايمه هتتزحلقي من على السرير. ف يعني مش استعمال، عايزه كده ايه حاجه بسيطه كده، او ان انت مش هتنامي في الاوضه زي كده، فبفرشها كده منظر بس. لكن بصراحة الملايات الستان منصحش حد بيها خالص لو انت عروسة. هي بيبقى شكلها حلو على السرير، وبيبقى شكلها جميل وحاجة بتلمع كده ومبهجة، بس ما تنفعش خالص يعني ايه استعمال. خلصتها برضو كده زي ما انتوا شايفين، رتبتها وعملتها بالمكنسة بقى، وخرجت على الصالة اللي كانت مقلوبة بقى، كان فيها الألعاب وكانت كل حاجة كده فوق بعضها، لان قعدتنا في الصاله طول اليوم، احنا قاعدين في الصاله كده مقيمين فيها ال 24 ساعه قاعدين، علشان بقى فيها الشاشه وكده، فاحنا قاعدين فيها على طول. لكن اول ما الشتا بيبدا كده بقى، بتنقل بقى اوضه الاطفال، واشغل الشاشه بتاعه اوضه الاطفال كده بقى، ونبقى قاعدين في الاوضه على طول بتاعه اوضه الاطفال. لكن بقى في الصيف عشان الجو بيبقى حر وكده، فبنخلينا بقى قاعدين في الصاله. طبعا الصاله بقى الانتريه كده فاتح، والسجاد فاتح، ما ببطلش والله غسيل، لا في الانتريه ولا في السجاد. انا الشلت ديت ماسكاها، كنت ماسكاها غسلاها، فك الشلت بتاعه الكنب وغسلاها، والسجاده دي مغسوله، والحافظه مغسوله، يعني كل السجاجيد بتاعه الشقه كلها انا غسلتها بقى عشان الشتاء، وفرشتها تاني، لان احنا ما بنحبش نقعد من غير سجاد. ف غسلتها وفرشتها تاني، والحمد لله توسخت، يعني مش هتقعد حتى لما الصيف يخلص، هي توسخت من قبل ما الشتاء يبدأ حتى. الحمد لله، يعني الاولاد مش سايبين حاجة في حالها، يوقعهم ويقلبهم ويبهدلهم، يعني ايه مفيش حاجة بتقعد على حالها. مسكت انا بقى كده ايه، هنا بقى الكنب ظبطته كده زي ما انتوا شايفين، ظبطت الحتت البياضات بتاعته، ورجعت كده المخدات مكانها، واديت لعمر المكنسه كده يمشيها كده على السجاده شويه، اهو منها استفاد على ما انا اخلص، ومنها استفاد ان هو يقعد ساكت، لانه بيمسك يونس بيقعد يضرب فيه، ربنا يهديه يا رب. عارفه الغيره دي بتاعته دي هتروح امتى؟ بيبهدل يونس بصراحه، بيخليه قاعد كده ويقلبه يقع، يخليه واقف ويقوم موقعه، يقعد يضرب فيه يشد في شعره، فربنا يهديه يا رب، ربنا يهديه، لاني انا عايشه في معاناه معاهم الاتنين والله. فربنا يهديهم يا رب، ويبارك فيهم وفي اولادكم، اللهم امين. هنا بقى شلت اللعب وشلت الشنطه، وشلت الحاجه كده في جنب، وبدات بقى ان انا ايه اشفط كده بقى بالمكنسه.
خدتها انا منه بقى وشفطت انا بقى كده كويس، لانه هو برضو ما بيعملش صح يعني ايه، بيفضل كده ثابت في مكان واحد. فبقى اول ما بخلص بقى انا الكنب كده، بقوم واخده منه بقى المكنسه وماشيه انا بقى كده ايه في الشقه كلها، الم منها التراب بقى والعفر، وعشان اخلص انا بسرعه. وطبعا مش عايزه اقول لكم ان الصاله ديت انا يا دوبك قفلت الكاميرا وبقت زي ما كانت ايه، ده اللعب بقى اتفضت والحتت ديت كانت على الارض والمخدات فوقها. يعني الصاله دي ما بتكملش نظيفه 5 دقايق كده، 5 دقايق ما بتنضفش خالص. ربنا يهديهم يا رب. نفسي افتح لكم الكاميرا كده بعد ما خلصت تنظيف، يعني ما يغركوش المنظر ده، ما يغركوش ان الحته بقت نظيفه كده وبتلمع. لا لا لا، ما يغركوش، هما دقيقتين بس وكل حاجه بترجع لحالها تاني اول ما بقفل الكاميرا. هنا بقى قفلت الكاميرا لان يونس خلاص كان قاعد يعيط بقى وعايزني خلاص اشيله بقى من العجله، لانه ما بحبش يقعد فيها اصلا. يعني من يوم ما كبر كده وهو ما عادش بيحب يقعد في العجله. انا قعدته فيها من وهو عنده 5 شهور يعني ايه، خلاص بدأ يزهق، ما عادش عايز يقعد في العجله، عايز كده يحبي ورايا ويجي في اي مكان ورايا. هنا بقى كنا خرجنا واحنا راجعين ده بقى قلنا ايه، احنا متغديين سمك، ما ينفعش خالص نتعشى حاجة تقيلة، لازم كده بعد اكلة السمك ديت ما بنجوعش كده، بنحب احنا ناكل حاجات خفيفة. غير كده احنا كنا اساسا واكلين حوالي المغرب. فاحنا راجعين جبنا ميني بيتزا كده وجبنا قرص بالعجوة وجبنا بقسماط، وقلنا بقى كده هناكل ايه، حاجات بسيطة كده، عشاء بسيط، وهناكل فاكهة يعني مش ايه، مش هنعمل بقى عشاء ولا سندوتشات ولا كده، احنا هناكل قرص وخلاص. وعمر بقى جاب الدوناتسية ديت اللي هي عليها شوكولاتة، هو ما بيجيبهاش عشان الدوناتس، لا هو بيجيبها عشان الشوكولاتة، هو بياكل الشوكولاتة اللي على الوش كده ويرمي الأرضية بتاعت الدوناتسية بقى، اللي عايز ياكلها ياكلها، انا اهم حاجة خدت اللي انا عايزه. اهو حتى كده انا حطيتها له في الطبق بتاعه وخدها كده ايه ومشى بقى. طلعت انا بقى كده فاكهه من اللي انا كنت جايباها الصبح، عنب بقى وموز وتين وتفاح كده وكمثرى وبرتقان، اخدت انا بقى كده كل الفاكهه اللي انا كنت جايباها وفضت لهم بيبسي، وخرجنا بقى ايه، قلت لهم بقى تعشوا بقى وناموا بقى، ريحوني شويه، اهدوا كده وخلوا البيت يهدى، الله يهديكم. ربنا يهديهم يا رب ويجعلهم ذريه صالحه، اللهم امين، ويهديهم ويهدي اطفال المسلمين. العشاء الخفيف ده بيبقى حلو كده، بتحسي ان انت نايمه خفيفه خفيفه بقى من غير زيوت ولا بطاطس بقى ولا حاجات من ديت، انت تحسي ان انت نايمه كده خفيفه. إيه، شويه قرص كده ومعاهم شويه فاكهه، كوبايه البيبسي كده، حاجه كده خفيفه خفيفه. وكده خلاص الفيديو النهارده بتاعنا هيكون خلص، استنوني في فيديوهات تانية جديده ان شاء الله هتعجبكم قوي باذن الرحمن. بس ما تنسيش اللايك الجميل بتاعك وتشتركي في القناه لو انت مش مشتركه. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.